السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهاردة هعمل معاكم الفراخ المحشية بطريقة حلوة قوي، سهلة وبسيطة. كمان هنسويها في الكيس الحراري، هتطلع دايبة وتحفة. والكيس الحراري بيحافظ على شكلها، فبتكون شكلها حلوة قوي في التقديم. اول حاجة كده بجيب بصلتين حجمهم متوسط، وببتدي ان انا افرمهم في الكبة. بعد كده ببتدي ان انا اتبل البصل ده بملح وفلفل اسود، وادعك كده البصلة كويس جدا من الملح والفلفل. هنا بقى عندي فرخة، الفرخة دي كيلو وربع وزنها. طبعا مغسولة كويس جدا ومتصفية من اي مية فيها. ببتدي بقى كده ان انا اتبلها كويس بالبصلة دي من جوه بقى ومن تحت الجلد ومن بره، وادعكها كويس جدا بالبصلة، واسيبها بقى على جنب كده لغاية ما احضر الحشوة بتاعتي. ممكن بقى اسيبها ساعة في التتبيلة، اسيبها ساعتين. كل ما طبعا ما بتقعد في التتبيلة كل ما بتكون طعمها احلى، وبتكون شاربة كده من طعم البصل، فبتكون حلوة قوي. هنا بقى هحضر الرز اللي انا هحشي بيه الفرخة. معايا هنا معلقتين زيت وحتة سمنة بلدي كده، معلقة صغيرة من السمنة. وبنزل كده بالكبدة والقنصة بتاعة الفرخة، انا مقطعاهم كده قطع صغيرة. هنزل كمان بالبصل، جزء كده من البصل اللي انا كنت فرماه، يعني حوالي بصلاية صغيرة كده. ببتدي بقى كده ان انا اقلب البصل مع الكبد والقوانص كويس قوي لغايه ما تدبل كده. بعد كده ببتدي ان انا انزل عندي بالتوابل، توابل بسيطه جدا: ملح، فلفل اسود، بهارات مشكله، وكمان قرفه. بس كده، ما بحطش اي حاجه تانية على الرز. هقلب بقى كده البصل مع الكبد مع التوابل كويس جدا كده حوالي دقيقه. بعد كده ببتدي ان انا انزل بالرز اللي انا غسلاه كويس. رز مغسول ومتصفي عادي جدا. هقلبه بقى كويس كده مع البصل بقى والكبد والتوابل اللي انا حطيتها. اهم حاجه ان احنا نشوح الرز ده كويس جدا، يعني الخطوه دي مهمه طبعا عشان الرز يبقى مفلفل وحلو. بعد كده هنزل بقى بمقدار الميه عادي جدا على حسب كميه الرز اللي عندي. بعد كده اول ما بيتشرب ببتدي ان انا اخد منه كميه الرز اللي انا هحشيها في الفرخه، وباقي الرز عادي بهدي عليه النار خالص بقى، وببتدي ان انا اسويه عادي زي تسويه الرز العاديه يكمل سوا. انما الرز اللي انا بحشيه اول ما بيتشرب ببتدي ان انا اخد الرز يعني بيبقى نص سوا. هنا بقى خلاص كنت سبت كده الرز يهدى شوية، يعني ما بحشيش الرز وهو سخن على طول، لا، بسيبه كده على جنب يهدى كده خالص. بعد كده ببتدي ان انا احشي الفرخة. وما مليش بقى الفرخة رز قوي عشان ما تفرقعش ولا كده. يعني بكون مهوياها كده، ما تبقاش مليانة قوي. هحط بقى كده من تحت الجلد وفي الجناب كده في الاوراق، ومن جوه الفرخة، وبقفلها بقى كويس. كمان انا بحط معاها في الكيس الحراري ده بحط مكعبات بطاطس، بتكون حلوة قوي، بتكون شاربة كده من طعم الفراخ ودايبة وتحفة. بكون متبلاها مقطعاها كده مكعبات، وبتبلها بملح وفلفل وشوية كزبرة وشوية كمون ومعلقة زيت ومعلقة صلصة، وبقلبها كويس جدا، وببتدي ان انا احطها برضو مع الفرخة جوه الكيس الحراري، فبتكون حلوة قوي. اهو هنا بحط بقى البطاطس مع الفرخة كده. بتدخل بقى الفرن على درجة حرارة كده 200. طبعا الفرن يكون سخن من قبلها، وبسيبها بقى ساعة. يعني وزن الفرخة دي كيلو كده، كيلو كام جرام، دي تقعد ساعة بتطلع دايبة ومستوية كويس جدا، حسب بقى وزن الفرخة، من ساعة لساعة ونص حسب وزنها. اهم حاجة برضو ان احنا نعمل كده فتحات في الكيس الحراري عشان ما يفرقعش في الفرن. لازم نهويه كده ونعمل فتحات بسيطة كده. بدخلها بقى الفرن تقعد ساعة، وهنشوف بقى شكلها بعد ما تطلع من الفرن عاملة ازاي. هنا بعد ما عدى عليها ساعة ببتدي بقى ان انا افتح الكيس كده وادهنها عشان تاخد وش. بدهنها بقى بايه بصلصة، بحط كده معلقة صلصة، بنزل عليها بمعلقة زيت وملح وفلفل اسود، وبقلبها، وببتدي ان انا ادهنها كويس جدا عشان تاخد لون حلو تحت الشواية. هنا خلاص يعني استوت كويس جدا. هدخلها بس تحت الشواية كده تاخد وش. بصوا بقى شكلها تحفة ازاي بعد ما خلصت.
مستوية كويس جدا، والبطاطس بيكون طعمها حلو قوي، واخدة من طعم الفراخ ودايبة وجميلة جدا. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم. كمان الصدر هنا بتاع الفرخة دايب ومستوية كويس جدا. جربوها واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.